السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر. ازاي جالكم فيديو جديد طبعا عشان الصيف. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. طبعا انا اعمل ايه؟ قاعدة زهقانة في العيشة والعيال عايزين نتعشى. تعملي ايه يا زياد؟ هعمل طبعا ايه؟ فطير بالبسبوسة، تتعشوا منه وتفطروا منه. تتعشوا منه وتفطروا منه، لان طبعا الحاجات التانية بقى راحت زهق من الطعمية والحاجات دي، فتغيير. مرة قرص، مرة مش عارفة ايه الكلام ده، يعني تنويع. واحسن حاجه العيال بيحبوا النواشف. فانتوا بقى خليكم معايا، هعمل لكم فطير بالبسبوسه. الوقت العجينه يا حبايبي، انا عجنت كيلو دقيق اهو، مع كيلو الا ربع بسبوسه، مع حته زبده على نقطه زيت. هوريكم ازاي بعمله. طبعا العجينه عجنتها، معلقه سكر صغيره، معلقه ملح، ميه. بتبقى العجينه بالنظام ده، وبقطعها التقطيع دي اهي. بص هوريكم هي التقطيع بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واي ما اروح حاطه بقى كده في ده كده عشان ايه ما تعملش. اهي يا حبايبي هوريكم بقى التقطيع بتاعتها عشان على قد ايه الفطيره، لان انا هعمله من على وش البوتاجاز. هقليه من على وش البوتاجاز. يعني انا بقول لكم انا قاعده العشاء هعمله، فانا هبططه وانا قاعده كده وهخبزه على وش البوتاجاز. اهي يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي بصوا انا قطعت العجينه ازاي بالطريقه دي، بعد ما عجنتها طبعا وقطعتها. وهنا فردت واحده اهي. تعملي ايه يا زياد؟ وزي ما قلت لكم انا هقليه من وش بوتاجاز، على وش البوتاجاز، مش هدخله فرن ولا حاجه. اهو يا حبايبي، لان انا عاملاه وانا قاعده اهوت بالطريقه دي، فانا هعمله واحشيه اهو. ممكن تحشيه جبنه، ممكن تحشيه زيتون، ممكن تحشيه اي حاجه لو انت عاوزاه حادق. انا هنا عاملاه حلو زي اللي بيتباع بره للعيال. فيا حبايبي حبيت اعمله، منهم ياكلوا حاجه حلوه، ومنهم يتعشوا منه، ولو فات حاجه يفطروا منها مع كوبايه شاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي ادي البسبوسه. اهي يا حبايبي كده بالطريقه دي البسبوسه اهيت. حتى لو عندك بسبوسه بايته، كنافه، ممكن تعملي بالكنافه، مهلبيه، اي حاجه انت عاوز تعملي بيها، مكسرات، كل حاجه ماشي. دلوقتي يا حبايبي انا خلصت الفطيره ببسبوسه، فهعمل ايه بقى؟ هعمل حادق شويه عشان ايه؟ اللي عاوز ياكل حادق ياكل، واللي عاوز ياكل بالبسبوسه ياكل. عندي سوسيس وجبنه، عندي سوسيس وجبنه، هعمل فطير بالسوسيس وجبنه، بس هعمله عليها ايه؟ سندوتشات. اهي ادي الجبنه اهي. بص يا حبايبي كده الجبنه اهي. ده الجبنه طبعا، الصوص اهو. هعمله على هيئه سندوتشات. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا دهنه سمنه، دهنه الزبده مع الزيت او سمنه مع زيت، انت وراحتك انت. هعمل ايه عشان يبقى طبقات اهو كده اهو كده، الطريقه دي اهو. سندوتش فطير اهو، بيبقى كده بالطريقه دي. هوريلكم طبعا المخبزه. دلوقتي يا حبايبي انا رجعت لكم بعد ما قلت الفطير على وش البوتاجاز اهو. طبعا انا عملت الاول بالبسبوسه، وبعد كده عملت بالصوص والجبنه. فده ممكن تتعشوا منه وتفطروا منه، حاجات حلوه والعيال يفرحوا بها، والكبار برضك بيفرحوا بيها. ديت بص يا حبايبي اهي، شايفين يا حبايبي اهو بالبسبوسه، او شوف شكلها جميل ازاي. باينه يا زياد؟ بص يا حبايبي دي بالبسبوسه اهي، حتى انا مقطعاها صغير عشان هرش عليها سكر. اهي يا حبايبي بصوا مورقه، وفي نفس الوقت اهي اهي. هتعملي ايه يا زياد؟ هم عايزين زي اللي بره، قلت لهم عينيا يا حاضر. اهو يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. قلت لهم حطوا اول باول عشان بردك ما يبهدلوش الدنيا. اهو كده يا حبايبي، دي اللي هو ايه؟ بسبوسه بالسكر، فطير بالبسبوسه والسكر. وهنا يا حبايبي بصوا اهو الفطاير اهي، بردك نفس النظام. بسم الله الرحمن الرحيم،
وبص مستويين وحلوين ازاي من جوه اهو. اهو يا حبايبي بردك نفس النظام اهي، ومنشفه وحلوه اهي، محشيه بسبوسه. فانا حبيت اوريلكم يا حبايبي. هنا بردك بالسوسيس والجبنه ناشفه وحلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عملتها سندوتشات كده يا حبايبي عشان اللي ياخد واحده ما يقعدش ايه يبهدل الدنيا. بصوا اهي اهي، وبردك مورقه وحلوه اهي، باينه زياد. بصوا اهي مورقه ازاي، فطير بالسوسيس والجبنه اهو يا حبايبي. اللي هياخد ياخد سندوتش وياكل، تعشي بيه تفطري بيه وتعملي حاجه لعيالك ومش مكلفه. كل دي حاجات انا جايباها وركناها في البيت. وقت ما بحب اعمل بالليل بعمل كل حاجه، منه عشاء ومنه فطار. ولا حد يقول لي يا ماما انا عاوزه اتعشى، ولا حد يقول لي عاوزه افطر. بحطهم على السفره اغطيهم، واللي عاوز ياخد بياخد منهم، يعمل كوبايه شجر منهم. فده اسهل حاجه، لان دلوقتي كل حاجه تروح تجيب فول وطعميه، هتعملي بطاطس، الواحد زهق من الحاجات دي يا حبايبي. فنغير حبيت اوريكم طبق زي ده كده وشرب كوبايه شجر منه حلو جميل. وحبيت اوريكم وانت قاعده كده، وانا قاعده عملته. بس انا ما قلتوش لان انا طبعا الجو حر وما بخش المطبخ والجو حر، الضغط بعيد عليا، فالبنت هي اللي قالته. حبيت اوريكم بس اهو يا حبايبي. هو بتقلي زي البطاطس، زي ايه مخبوزات. انا عاملاه في قلب الصينيه كده بالسمنه، او تقلي بزيت انت وراحتك، بيبقى بالطريقه الحلوه دي. ويا رب يعجبكم، وحاجات بسيطه وتفرح بقى والله. واقول لكم ما تنسوش الاشتراك يا حبايبي، ما تنسوش الاشتراك. وبشكر حبايبي كلهم اللي عاملين لي متابعات على القناه، وبقول لهم الف الف مليون شكر. وربنا يديكم اللي نفسكم فيه، يا رب يديكم اللي نفسكم فيه كل اللي متابعني، وربنا يصلح حال الجميع يا رب. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش الاشتراك يا حبايبي يا جايين جداد. كل اللي بيشوف القناه يعمل لي اشتراك، ما تنساش الاشتراك يا حبايبي. والف الف مليون شكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.